السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ اليوم راح اشرح لكم طريقة برمجة البرج او النانو. هذا عندنا برج نوعيته لايت بيم. راح اعلمكم الطريقة من الصفر، وش تحتاج للبرج كامل حتى يشتغل وياك. اول شي تحتاج اكيد البرج، راوتر، محولة برج، محولة راوتر، الواير مال المحولة مال البرج. تمام حبايبي، وهذا عندنا وايرين لانوع تاني جايب رمض قصار. فانت ايش تحتاج؟ يعني واير طويل للبرج الباور، واللان القصير. ماشي تمام. هسه نجيب المحولة، شكل وايرها. هاي المحولة عندكم اذا واضحة يمكم، مثل ما جاي تبين مكتوب باور ولان. هذا اللان الواير القصير، هذا الباور الواير الطويل اللي هو يجي نازل من فوق من النانو. تمام. نشكل هالطريقة هذا الواير، نشكله بالكهرب. هسه المحولة اشتغلت عدنا، تلاقي البلاب مالتي. هسه نجيب محولة الراوتر، نشكلها ايضا بالكهرب، نشكلها بالراوتر بهالطريقة. هاي كون الراوتر انتظر شوية اشتغل. هسه ننتظر يعلق كامل حتى نصفر الراوتر. الراوتر يتم تصفيره حسب كل راوتر النوع. هذا التب لينك او الاريالين، من هذا التب السوداء البضع. اكو بعضهن تب لينك ابو الثلاثة يجي بالابرة، مكان مال الابرة يم الزر الاطفاء والتشغيل، منه تطفي وتشغل. تمام. هسه عاد نشتغل. هاي يرمش يعني انت ما موصل اللان على البرج. نجي هسه نصفر، تدوس الزر تظل هسه دست، تنتظر شوية. طفى علق، طفى. هسه راح يبقى طافي الى ان تشيل اصبعك. شوف انا حاط اصبعي من ورا، دايس، شلت اصبعي. تيجي تفسخ ورا شوية. هذا واير الكهرب، يعني طفي الكهرب عنه وترجع الشغلة، يرجع يشتغل وتصل. راح نكنك عليه. عندنا هذا الباسورد مالته يجي، هذا اللي بالظهر فوق الاسم صاير، هاي 8 ارقام. هسه نجي نجيب اول واير لان. هذا راح نسويه الباور، باعتبار الواير الطويل نازل من فوق. شوفوا على كلمة الباور راح نشكل. نجيب الذخرة بالنانو ونشكل، راح يشتغل عندنا هذا الباور. هسه من شكل اللان راح يشتغل نقلب الثاني، يعني البرج يقول لك قرأ باور ولان. هذا الواير الثاني نجيبه نشكله بالمحولة هيج الصورة هاي. وهذا الراوتر تحديدا هاي الفيشة الرئيسية الزرقاء، ما يصير غني بس تعطي من تاخذ. هذا هو الرئيس. شوف هسه بعد ما شكلناه هو اللان، شوفوا شلون ثبت عندنا الجلوب. شوفوا شلون البرج قرا باور لان جلوبين اشتغلن عدل. هسه تقدر عن طريق الموبايل، تقدر عن طريق الحاسب
برمجة. تمام، هسه شغلنا الحاسبة، نجيب الراوتر ندير هاي الشغلة، نجي هنا على الواي فاي. شوفوا يمكنك هسه هذا غير هو اسمه، هذا اسمه CBC 6 معقولة. شوفوا هي هذا أيضا بالحاسبة CBC 6. تمام، دوس هنا اتصال لك دخل الباسورد. هسه ننقل هذا الباسورد 7 1 2 3 9 6 1 3. طيب انتهى. شوف هسه جاي يحمل، انتظر شوية. اتصل له اتصال بالانترنت. هسه نطلع من هاي الصفحة، سويكم يعني حتى تشوفون. نجي الجوجل كروم، بما ان هسه احنا مكيكين. شوفوا جوا هنا نجي للبحث. هنا اول شي نطب الراوتر IP 1 9 6 دوت 1 6 8 دوت 0 دوت 1. هذا اغلب الراوترات تجيج. بعضا يجي بدل هذا الصفر ايضا 1، بس الاغلبية 0 1. تمام، حال ما فتح. شوفوا مثل هذا، أنا خارج نهائياته راوتر كاتب عليه. دوس عليه لكم هذا وين. شوفوا شلون فتح عليه بسرعة. هذا وين تلقونه الراوتر. هي ثالث صار نقله من هنا، كذبه بالجوجل يفتح السلاسل. بس تجي مؤخر هاي إذا عربي إنجليزي، أنا راح أحط إنجليزي. يقولك دخل باسورد. أنا يا آدمن 99، لأن ما يصير بس آدمن، لازم أحرف وأرقام. من 99 راح يفتح لنا الراوتر بهاي الواجهة. تمام، وللي ما يعرف يبدل الرمز مع الراوتر راح اسويكم فيديو تاني عن الراوتر وكل ما يخص الراوتر، ولليوزرات اللي يربط يعني مثل بيت جيرانه او شي وياه. كل هاي الامور راح اعلمكم اياها. تجي للنتورك، هذه رابع وحدة ماشي. تجي على الدايناميك، هذه دوس تختار PPPoE، راح يفتح عندك بهاي الصورة. هنا اي رقم تخلي، مثلا انا اخلي 1 1 1 1 1 1. تمام، تيجي تختار static IP. تمام، نجي هنا نكتب 1
292.168.1.19. نعم ايش نكتب؟ 255.255.255.0. تمام. نصعد سيف، سيف حفظ، حمل حفظ. هسه نجي نفتح علامة تبويب ثانية، نجي نكتب IP الثابت 192.168.1.20. هذا IP الثابت بكل الأبراج. بعد ما تصفر البرج هذا IP ثابت. حلو. هسه بعد ما سوينا مثل ما شرحت لكم، نجي من هاي الفتحة هنا تشوفوها. هذا الأوبرا، أي أوبرا عندكم عادي يعني ما تفرق. البرج شغال. هسه احنا شوية يتحرك واير يمكن مو مضبوط. طفى ورجع لك. جاي طلعنا فقط باور. تمام. نجي نضغط ما تحسون موجود. شوف هسه ضغطت الضغط إلى أن تعرف الجلوبات 3 مال البرج. أنا ما راح أوقف الفيديو حتى كل شي يكون واضح. تمام. هنا هسه على قعدنا اللان قلوبين. نضغط الزر بالأوبرا. هسه أنا ضغطت. ننتظر. ما راح أوقف بس مثل ما قلنا حتى يكون واضح. ننتظر. يجوا 3 شلت ايدي. غالبا بعد ما يلقي طفي شغل نترك. مثل ما قلت لكم نرجع هنا 192.168.1.20 الIP الثابت. ننطي انتر. هسه البرج احنا تونا شكلناه. بعد ما يشتغل يفتح كامل يحمل ورا طريق الIP. سووا مثل ما ورا قدامكم وجاي يحمل يبحث. هسه هيك يفتح لكم بهالواجهة. طبعا انا اوقف الفيديو على مود لا يصير طويل، لان شوية الشرح طويل هو يعني مو بالكيف. لازم اوضح لكم خطوة بخطوة. هنا UBNT تكتب، ترجع تعيدها UBNT وباسورد ثابت ايضا. الدولة تنزل الى ما تصل حرف ال هاي الدولة لسان. تمام. طي انتر. فعل هذا الصح هنا. دوس مرتين على اللوجين حتى يفتح. هاي واجهة البرج أول ما يفتح. نجي لآخر وحدة سيستم. قبل السيستم هذا عندك اسمه. إذا تريد تبدل اسمه تمام على مود بالسكتر إذا تفوت يظهر عندك مثل أنا راح أسميه عمر. تجي تدوس على هذا المفتاح
يظهر لك هيج، يقول لك راح نغير الباسورد اليوبينتي. أول شي الاسم يوبينتي نتركه، ثاني شي يقول لك الباسورد نقول له أيضا يوبينتي هذا القديم. الجديد أنت تكتب أي شي، 1 2 3 4 أي شي أنت يعجبك، إنهم 4 أرقام أحرف اللي يعجبك. صعد. وأيضا ننتبه لهذا التحديث XW617 لسانتد يصير لازم هيج. إذا ما كان هيج راح أنزل لكم أيضا فيديو ثاني أشرح لكم شلون نحدث النانو. تمام. بعد ما كملنا وطينا تشينج يظهر عندنا هنا دوس أبلاي بالنص هاي حتى يخزن، بس احنا ما راح ندوس مباشرة، نطي بس تشينج ونحول على النتورك. نجي لأول وحدة نختار راوتر، راح يظهر لنا إعدادات، نجي نختار PPOE. هنا هاي الخانة شوفوا ظهرت اليوزرات يمكم، هاي يعني خازن الحاسبة يمي. هنا تحط اليوزر اللي موجود بالساس، يجي هنا ثاني خانة الباسورد مال اليوزر. تمام. تيجي تفعل هذا الصح وتفعل هذا اللي 4 تلغي هذا الجوال وهذا ما قبل الأخير. تمام. هذا الاي بي تقدر، هذا اللي راح تفتح فيه البرج بعدين لما راح ترجع الراوتر على الدايناميك. تمام. فتقدر بدله تقدر توصل مثل ما هو، بس أنا دايما خلي هذا الاي بي خاص بي. تفعل هذا الصح وتخليه enable بدل disable، يظهر لك بهالشكل. نجي هسه أيضا ننطي change بس ما ننطي apply، ننتقل للوايرلس. مثل ما هي نجي هاي SSID ندوس على هاي، هذا ينتقلنا للجهة السكاتر اللي بالجهة. السكاتر ما بتكون داخل البيت، هذا أمرنيت 5G اللي راوتر 5G يظهر أيضا. شوفوا شاشة 42 من الراوتر يمكن الفقري يظهر، وهذا ظهر ما أعرف مالنا لايت بي. لأن حتى نقدر نختار الراوتر مال البيت عادي، إلا سين عندك هذه هي فيد اونلي، انت تحولها على الجوال. تمام. صعد ايضا تشينج طلب من عندي ويب كي، وبس اكتر انت ما راح تخلي ويب كي فما راح يطلب من عندك، بس هنا رمز الراوتر يعني راح يطلب من عندي خزن. هسه نجي ننطي ابلاي، هسه حفظ. تمام. الامور تمام. نرجع من فوق للراوتر. هذا الاعداد سوينا PPOE صح، نراجع دايناميك مثل ما كان. شكرا. باسورد سوينا ادمن 99. طب نتورك دايناميك سيف، حمل كمل، انتظر شوية نرجع لهاي الخانة فوق الثانية. هسه نمسح هذا الاي بي، نكتب الاي بي اللي احنا خليناه 192.168.4.1 وننطيه. شوف حبايبي شلون فتح عندنا مباشرة الاي بي الجديد. هسه نفتحه على الباسورد اللي احنا خلينا يوبينتي اليوزر نيم والباسورد 4. هاي الاي المدوراني خليت لاعتاد طي انتر، فتح عندنا كامل نكمل. ننتظر فقط. شوف ظهر اسم ال SSID سيكتر او مالنت 5G. ننتظر شوية. هسه هنا شوفوا جاي يقلب، هسه راح يكنك. شوفوا كنك
شارة 45 CCQ 100 يعني كلها قريب، بس ال TX وال RX ريت مو شي لأن هو راوتر، أنا مجرد للشرح أنا متشوفكم. تمام حبايبي، يظهر لك مربعين، احنا ما مخلين يوزر مثل ما قلت لكم. تجي هنا احنا ما خلينا يوزر، لو خلي يوزر واليوزر يعني فعل بنت أو تيست حاط فيه، راح يظهر عندنا مربع ثالث بالمعنى اجا النت، وهاي قوة الواير 100 مضبوط. إذا تقرأ 10 ويطلع لك كتابة بالإنجليزي بالمعنى أكو خلل بالواير. تمام حبايبي، وهذا شرحنا اليوم عن برمجة النانو. برمجناه وهسه هو حاليا لقيت 3 قلابات، بالمعنى شنو؟ باور، الثاني لان، الثالث يعني كأنك على السكتر، والأمور صارت كلها تمام ويشتغل. بس حتى راح أديره هيك باتجاه الراوتر مالتي. شلون الإشارة لما تنزل تصعد حسب التوجيه. شوف إذا بعد تاني صعد 56. شلون راح أقربه 39. المهم هذا الشرح اليوم اللي عندنا، أتمنى يكون عجبكم وفادكم، وأتمنى لكم التوفيق. راح أنزل لكم فيديوهات ثانية عن برمجة الراوتر، تغيير IP راوتر، يوزر، اسم الشبكة، وهواي شغلات. وراح أنزل لكم شروحات ثانية عن برمجة السكاتر أيضا تخدمكم، طريقة اختيار الشانل، وهواي أمور ثانية. أستودعكم.